صحيت الصبح وقررت قرار تاريخي. أنا هسيب الموبل. يوم كامل. كفاية بقي سوشيال ميديا. عايزة أركز في البنات والبيت والحياة. حطيت الموبل. في درج وقفلته بالمفتاح، وبكل ثقة بدأت يومي. أول 10 دقائق. تمام. بعد ربع ساعة بدأت أتوتر. بعد نص ساعة لقيت نفسي واقفة قدام الدرج عاملة زي المدمنة، بفتحه وقافلاه كل شوية، أتطمن بس عليه. وبعد ساعة بنتي الصغيرة جت لي وقالت لي: ماما، في الواجب سؤال عن الشمس، نعمل إيه؟ قلت لها: اسألي بابا. قلت لها: بابا سأل جوجل. أنا اتخضيت. يعني الموبل. برضو أتدخل. رجعت للدرج. طلعت الموبايل. لقيت 32 إشعار، و5 مكالمات فائتة، منهم واحدة من أمي، والثانية من جارتنا، والثالثة من المدرسة. فتحت أول إشعار، لقيت عرض على البيجامات، الثاني مقطع فيديو عن أخطاء الأمهات في تربية البنات، والثالث ميم مضحك عن الأمهات اللي بيحاولوا يسيبوا. الموبل. ضحكت من قلبي وقلت لهم: اللي أخترع الموبل. أكيد كان عنده ولاد، وعارف إننا محتاجينه مش بس للاتصال، ده بقي وسيلة نجاة. نهاية القصة: من يومها قررت أسيب الموبايل ساعة في الأسبوع، عشان الصحة النفسية، بس بعدما أشوف الإشعارات. لو عجبتك القصة اعملي لأيك وسبسكرايب، واستني جديد يوميات أم البنات.